الشطيطة المصرية. نزلت فيديو من فترة لقلاية البندورة الشامية، وناس كتيرة كانت متلخبطة ما بينها وما بين الشطيطة المصرية بتاعتنا، رغم ان اختلاف في الطعم ما بينهم كبير جدا. فخليني اوريكم بنعمل الشطيطة ازاي. اي نوع زيت تحبوه، معلقة صغيرة مليانة من الثوم المهروس، مش هيخلي الثوم يغير لونه، مجرد اشم ريحته. وانزل بالفلفل الحامي، اسمها شطيطة فطبعا بتكون حراقة، حطوا فلفل حامي على قد ما تستحملوا، وممكن برضو تحطوا رومي لو عايزين. اقلب الفلفل مع الثوم مده دقيقه كده، احس ان ريحه الفلفل ظهرت والحراره بدات تطلع. هحط طماطم واقطعها مكعبات صغيره. على طول هحط التوابل، هي ملح وكزبره، رشه بسيطه من الكمون وشويه من السكر. هقلب كل ده في بعضه كويس، اهدي النار واغطي عليها واسيبها لحد ما الطماطم تتسبك. وطبعا ما بتاخدش وقت، يعني تقريبا من 5 ل 10 دقايق حسب الكميه اللي انتوا عاملينها، هتلاقوها خلاص جهزت معاكم. ما تخليهاش تتسبك على اخرها، سيبوا فيها شويه صوص. واخر حاجه قبل ما بقفل النار على طول بحط معلقه كبيره من الخل. ممكن تستغنوا عن الخل لو مش عايزينه، بس هو بيخلي طعمها حلو قوي. وكده الشطيطه هتكون جاهزه، حرفيا بتنفع جنب كل حاجه، ما بتقولش لا. بحب بقى احمر شويه بطاطس في الفرن واحطهم عليها، ياخدوا معاها تقلبتين كده يشربوا الطعم، بتبقى طعمها خطير. تنفع جنب رز وبالعيش، وحرفيا بتحلي اي حاجه تتحط جنبها. وبس كده.